السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معايا أبو مازن، كنا في المنحل وبياخد صفيحة عسل هيوديها لأصدقائه في الأردن، فقلنا نسجل حلقة مع بعض المرة. في بعض الناس كانت سألتني على علاج لتسوس الأسنان بحاجة بسيطة. أنا عايز أوضح معلومة صغيرة. مشكلة تسوس الأسنان في الجيوب بتاعة الأسنان. خش عليك يا أبو مازن عشان بس إيه عشان بس إحنا كده إيه. مشكلة تسوس الأسنان في بقايا الطعام اللي بتدخل في جيوب اللي ما بين الأسنان. يعني ما بين كل ضرس وسنة أو بين الضروس والأسنان في جيوب، الجيوب ده اللي هي الفراغات اللي بيتحشر فيها بقايا الطعام. هي المشكلة في كده. طب إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن بقايا الطعام دي هي مش بتطلع سوسة، بيحصل تفاعل كيميائي. يعني الطعام ده بيحصل له تخمر، بيتخمر. لما بيتخمر بيعمل حاجة، بيعمل بيئة حمضية. المهم إن البيئة دي بتبدأ تاكل في الأسنان. فالمشكلة كلها انت ازاي تتخلص من بقايا الطعام اللي في الجيوب بتاعة الأسنان. هنا الكارثة. التخمر ده لما بيحصل مع بقايا الطعام، بيجمع حبة بكتيريا شوية مع التخمر اللي موجود شوية، بيبدأ بقى التفاعل ده كأنك حاطط مية نار على الأسنان. وأحيانا الأسنان ممكن تخرج الكالسيوم علشان خاطر تعادل، لأن التخمر ده بيعمل بيئة اسمها بيئة حمضية. التخمر بيعمل بيئة حمضية. البيئة الحمضية دي تخش عليها كده. البيئة الحمضية دي هي اللي بتأثر على السنة. عكسها ايه؟ حاجة اسمها القلوية. يبقى أنا لما أحب أعالج تسوس الأسنان أو أحمي أسناني من التسوس، آخد حاجة قلوية تعكس أو يعني تدافع عن مساوئ الحمضية اللي هتجيني. زي ايه كده؟ ايه أبسط حاجة خالص ممكن ناخدها؟ الملح يا جماعة. الملح، ملح الطعام العادي، ملعقة ملح على كوب ماء. ناخدها مضمضة كده. دي قلوية جدا، يعني NaCl دي حاجة قلوية. تبدأ تعالج لي الحمضية بتاعة البقايا الطعام والتخمر اللي حصل. يبقى احنا المفروض بعد كل وجبة كوباية مية عليها ملعقة ملح، نمضمض كده، تحط على الحوض، كل اللي يعدي ايه يمضمض بقه من بعد الاكل، يعني يغسل اسناننا كويس. وبعد كده ناخد نستخدم المضمضة دي، هتبقى ممتازة جدا جدا. في حاجة تانية برضو كويسة، اللي هي بيكربونات الصوديوم، اللي هي البيكنج صودا اللي موجوده، اللي بيستخدموها للطعميه. إيه يا عم الشمسيه كده؟ شمسية. انت بتجيب شمسيه نفسك انت يا عم. شو ابو مازن، ابو مازن بيعمل معايا. فالحمضيه ممكن تاخد بقى حاجه لجسمك نفس المبدأ ده. جسمك برضه ممكن يلم بكتيريا ويلم عفونه ويلم حاجات، يلمها ازاي؟ من كتر الحموضه. اكلنا كله بيعمل لنا حموضه في الجسم. مش الحموضه بتاعت المعده، لا، بيعمل درجه BH حمضيه. تمام. آه، آه، طب علشان اخلي جسم صحي استخدم ايه؟ حاجه قلويه. ممكن ملعقه بيكربونات صوديوم، بيكنج صودا، ملعقه على لتر ونص ميه، ونرجه في بعضها. ناخد ملعقه بيكنج صودا على لتر ونص ميه، ونرج اللتر ونص ده كويس، ونبدا نشرب اللتر ونص ده على مدار اليوم. هيخلي بيئه جسمك تميل للقلويه. هيبقى جسمك صحي، اكثر صحيه وممتاز جدا جدا. وهيبقى يعني هتحمي نفسك من الكثير من الامراض. زي ما حميت اسنانك من التسوس، هتحمي جسمك من اي مشاكل واي بكتيريا، وهتبقى زي الفل. ويعني انا بحبكم جدا جدا. اعتذر عن التاخير في حلقات كتير، لكن لنا لقاء مع بعض قريب ان شاء الله. نشكر ابو مازن انه حفزنا على تسجيل الحلقه، ونشكر ابتسامته شكرا الجميله. لك دكتور شكرا. احمد على هذا المعلومه القيمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.